السميع. يمكن رياض من الاشياء اللي انا لاحظتها خلال تواجدنا في بطوله العالم للهواة، نعم ان المقاتلين يستفيدون من النزالات، لكن الاستفاده الاكبر هي العامل النفسي، كيف انك تطلع بعد النزال وحتى خسران فايز، فبالنهايه يكون عندك طموح. الخساره ابدا ما تعني نهايه الطريق. فاشوف انا يمكن بعض ردات الفعل بالنسبه للمقاتلين بعد خروجهم خسرانين من القفص، يعني تلقاهم متضايقين زعلانين، لكن طبيعي جدا. بس هذا النزال القادم ما اعتقد المقاتلين محمد ومحمد تحضروا، لان انتهى النزال بسرعه، بدل ما تروح 3 جولات احنا قاعد نتكلم حوالي 30 ثانيه يمكن وانتهى النزال. ما اعرف الاحماء مالتهم كان موجود ولا لا. تاكيد انهم يعني ممكن جاهزيه دائما تكون متواجده عند المقاتلين. محمد صلاح الدين اعتقد هو الاول الداخلين من طاجكستان. صلاح دينوف يعجبني يعني بالاسماء الطاجكستانيه والكازاخستانيه، تحاول تاخذ المعنى العربي مالتها. يعني الناس اللي تسميه خبيب نور ماجدوف، يعني حبيب نور محمدوف، اللي هو اللي قاله نور محمد، يعني تعرف. فحلو انه تلاقي في الاسامي العربيه موجوده. نعم. محمد صلاح دينوف من طاجكستان، ونزال في وزن الذبابه فلاي ويت. بس الاشاده بالفريق البحريني صراحه الى حد الان مجهود جبار يقدم الفريق البحريني ونتائج ممتازه. يعني شوف احنا عندنا قفصنا فقط، قاعد نتكلم بقفصنا فقط عندنا مقاتلتين بحرينيتين ذاهبين للنهائي، والان عندنا مقاتل بحريني يحاول ان يذهب للنهائي. اعتقد راح تكون هناك 4 محاولات من البحرين للوصول للنهائي على قفصنا احنا قاعد نتكلم. نعم، وتجهيزات محمد الأخيرة. اعتقد احنا عندنا رمضان جيتينوف ايضا حاول يوصل للنهائي. ودخول المقاتل البحريني الركن الأحمر محمد السميع. محمد السميع. بس الحين لعبة 5 بس. وبداية النزال بداية قوية لقاتل. احنا راح نقول صلاح الدينوف امام السميع. بحريني ركلة قوية محمد، وتبعها كذلك ركلة سفلية ركلة عالية من المقاتل الطاجكستاني، محاولة اسقاط لم يتم النجاح. شوف التغطية الجاب مالته احلى من المقاتل البحريني من المقاتل الطاجكستاني. تمبو سريع، رذم عالي جدا لرياض في نزال وزن الذبابة، وحلو معناها يعني يجيب لنا لمحات فنية عالية. المهم يكون هناك ارتطام بالراس، لان الاثنين المقاتلين الاثنين يحاولون يذهبون الى الاسقاط الارضي، ولما تاخذ الاسقاط الارضي يكون هناك تمويه وبعدين تحاول تاخذ على الارض. اسقاط قوي من قاتل الطاجكستاني. بس شوف ما ثبت تثبيت ضروري على فكره، بعد يعني بعد مو ضروري ما يحسب، حتى الاسقاط ما يحسب لكن تثبت المقاتل، يعني تنهي الاسقاط بشكل ممتاز، خصوصا انه ياخذ كثير من الجهد. نعم. محمد صلاح دينوف قاعد يدفع المقاتل محمد سميع على السياج اكثر واكثر. شوف ضربه الى الجسد قويه، ما في بدايه يعني خلينا نقول مشتعله بين لا ناريه. البحرين طاجكستان اليوم. كل هالاحداث اللي صارت خلال 90 ثانيه فقط، دقيقه ونصف. اسقاط رائع من قاتل البحريني. هو قام يبيع اللي قاعد يشتري من عنده،
يعني محمد السميع قاعد يحاول يصعد الى الاعلى، يعني اتمنى قاعد اقول اسمه صحيح لان مكتوبه باللغه الانجليزيه. السميع اعتقد محمد السميع امام محمد صلاح الدينوف. ضربات، شوف قاعد ياخذ الرير نيكد شوك الى عفوا الجلتين. ما قاعد طبعا ما عاد الهوكس. ممتازه، طريقه ممتازه. نعم، و50 ثانية مشاهدينا الكرام على نهاية الجولة الأولى اللي أحداثها صراحة سريعة لصالح المقاتل البحريني. نعم. المفروض احاول تريبينج، يسوي تريبينج ما ينجح. تواجد مميز للفريق البحريني واسقاط. اسقاط مره اخرى. اسقاط. تلاحظ النديه الموجوده، تلاحظ التكافؤ اللي موجود بين المقاتلين. قلبت الرياح لصالح المقاتل الطاجكستاني. والدفاعات قدمها المقاتل البحريني. وضربات قويه على الصدر المقاتل البحريني. لا قلب شويه الوضعيه، قلبت لصالح المقاتل الطاجكستاني. يعتمد كيف الوقت، من اللي كان مسيطر اكثر بالوقت، يعني كل ما يكون الوقت اكثر سيطره هو اللي يكون احسن. يعني في الوقت هذا الحين السيطره لصالح المقاتل الطاجكستاني وينهي الجوله مسيطر. يعني شوف انت ممكن تقول انه هو انهى النزال لصالحه بالنهايه، هو كان مسيطر، بس الوقت اللي انت سويته مسيطر على النزال اكثر هو راح يعطيك الجوله. الضرر اللي احدثته على خصمك هو احدث الجوله. احنا شفنا في ضرر كان موجود بصلاح الدينوف اكثر حكايه. يعني نقدر نقول ان جوله راح تكون صعبه على الحكام. شفنا اسقاط باسقاط، شفنا نديه كبيره، تكافؤ. يمكن انهاء المقاتل الطاجكستاني بشكل افضل، لكن محمد في بدايه الجوله ادى اداء ممتاز جدا. هناك طبعا الحكم الايطالي قاعد يقول للشخص اللي قاعد يعطي الاشاره انه 10 ثواني، قال له حاول تضربها، يعني في هناك في تشجيع اكثر، في عدد اقفاص، حاول تخلي الصوت اكثر كذا استمع عليه اكثر واكثر. فبالنهايه هذا اللي احنا نريده، يعني شوف دقه التحكيم بين لكل الاقفاص. احنا طبعا القفص الرئيسي راح تحصل عليه احداث النزالات الرئيسيه. فريق KHK الفريق البحريني ندخل على الجوله الثانيه. واقي الفم، يعني كيف تنسى واقي الفم يا محمد؟ تحصل يا رياض. لا في ضغط كثير، بس انت اول شيء تخلي لما تترك القفص تعطي واقي الفم واطلع. ونبدا الجوله الثانيه في نزال وزن الذبابه بالنسبه للبحرين، وكذلك الفريق البحريني عنده 4 محاولات للوصول الى، قاعد اتكلم على قفصنا، للوصول الى الفاينلز، ولكن للاسف شويه هاي يعني كانت رميه قويه من المقاتل الطاجكستاني. قاعد اتكلم كان عندنا 4 بالقفص الرئيسي، عندنا احنا 4 مقاتلين من البحرين يحاولون يصلون النزال النهائي. نعم. 2 من السيدات وسطت وقادوا الرجال. المفروض محمد السميع يطلع من عند هذا الوضعيه ويحاول عنده دقيقتين يحاول يكسب هاي الجوله قريبه الجوله الاولى. وقاعد تشوف الركنه يقول له اخذ الاندر هوك وهذا صحيح. المفروض يحاول ياخذ الاندر هوك اليساري، شوف يرفعها، يحط مسافه بينه وبين محمد صلاح الدينوف، ولكن للاسف يعني جون لينن يقول الحياه ما تحدث عندما تضع خطط، وقاعد يسوي خطه يحاول ينزل على الاندر هوك اليسار، ولكن في نفس اللحظه محمد صلاح الدينوف اسقطه. بالضبط. خلينا يعني نعطي كريدت للمقاتلين الروس، طاجكستان، داغستان في النزال الارضي افضليه واضحه على باقي المقاتلين، يعني خصوصا من يوصل الموضوع الى النزال الارضي على طول تلاقي الفارق واضح بينهم بين المقاتلين الاخرين. نعم، الفريق البحريني ممتاز على القتال الارضي، بس عندك جيد ممتاز، ويعني درجه الامتياز مالته عاليه راقيه جدا. اعتقد المقاتل الطاجكستاني حس انه في بدايه الجوله الاولى كان قاعد يخسر وشويه على وتيره النزال. يعني في بعض المقاتلين يقول انا النزال السهل راح اخلي طاقتي للنزال النهائي، بس لما تخسر ما تصل للنزال النهائي لازم تكون طاقتك. بالضبط. ودقيقة أخيرة تفصلنا مشاهدينا الكرام على نهاية الجولة الثانية لأحداث نزال وزن الذباب اللي يجمع كل من محمد صلاح الدينوف وكذلك محمد السميع من البحرين. ضغط مستمر لصالح طاجكستان في آخر 40 ثانية.
اسقاط اخر من المقاتل صلاح دينوف. And over at cage 3, this fight is a split decision in favor of the fighter in the red corner representing the RMU Markov. يعني صراحة محمد صلاح دينوف سيطر على هاي الجولة من البداية للنهاية. انتهت الجولة، سيطرة تامة في الجولة الثانية. يحتاج سبمشن، يحتاج يعني أولا اما ضربة قاضية او ضربة فنية قاضية او استسلام. يحتاج ريكفري جيد بين الجولات، يحتاج تعليمات ممتازة تقدر توصله يكون متواجد في النهاية. أداء مميز جدا، لكن المقاتل الطاجكستاني قاعد يقدم أداء أفضل في النزال الأرضي وخصوصا في الإسقاطات. And making the walk at cage 3 in the blue corner representing Pakistan. نشوف لقطات من التفوق الواضح للمقاتل الطاجكستاني. شوف كل الأحوال أعتقد محمد راح يفوز. أكيد محمد راح يفوز. يمكن جولة بجولة ويمكن جولتين لا شيء. وكل الأحوال الجولة الثانية. ندخل الجولة الثالثة والأخيرة أعزائي المشاهدين. 3 جولات، كل جولة 3 دقائق. يحتاج المقاتل البحريني ضربة قوية. واو، هزته بشكل كبير وركله وراها. ضربات بالتالية، ضربات بالتالية، ضربات بالتالية. الحكم حاضر. يعني إذا تتكلم على وضعية يعني انقلب الشيط اللي سواه ولا أحلى المقاتل البحريني. المفروض يحاول يكمل بنفس الطريقة، لكن الاسقاط كان موجود بس كان قريب الحكم ان يوقف النزال. واللي قاعد يسويه محمد صلاح دينوف انه يحاول يستعيد رباط الجلسه. طبعا انا وياك قلناها بنفس الطريقه، نفس الصرخه، نفس الكلمه ونفس اخر شيء. واو، هاي لازم احنا نرجع نسجلها نشوفها مره اخرى. صراحه ضربات قويه لكن هزته، لكن تصرف محمد صلاح دينوف ممتاز جدا. اي انه حاول انه يمتص الضربه وراح على طول على التيك داون ونجح في الاسقاط. لا بس باقي يعني يسموها سبايدر ويب، باقي خيوط العنكبوت في راسه. يعني قاعد الضربه اللي اخذها ضربه قويه هزته. يعني حتى شوف الركبه مالته اليسرى نزلت. الان هو قاعد يعني يمشي على البركه. قاعد ضربات قويه من محمد السامية. وتثبيت على يعني على القفص لصالح طاجكستان، ومحاولة الاسقاط مرة اخرى على السنجل ليج، و اسقاط جيد لمحمد صلاح دينوف. المفروض يبقى لحد يعني عندك دقيقتين كانت لصالح المقاتل البحريني. كان قادر انه ينهيها في بداية الجولة. كان المفروض رأسا يعني هو قفز عليه، حاول ولكن للاسف ما كانت جانبه. وشوف مسكة يعني قاعد ممنوع تمسك ملابس خصمك حتى بالاختلاف. ممنوع تمسك الشورت. ممكن تمسك شورتك انت، ممكن تمسك لباسك انت، ولكن الخصم لا. على فكرة شوف، لو محمد من البحرين يعني بعد الضربة هذه ما راح على طول انه يحاول يخلصه، كان الموضوع كان يروح كان يكون انجح بالنسبة له، بحيث انه يحاول يخليه ما زال ويحاول انه يعني يخلصه بس بطريقة ابطأ، لانه دخل فيه على طول. فبالتالي محمد صلاح الدينوف استغل الموضوع لصالحه تماما. يعتمد شو راح يشوفون القضاة. يعني انا اعتقد لو واحد قال لي القضاة يعطوها بالنهاية للبحريني، اعطوه الجولة الاولى والجولة الثالثة، يمكن الجولة الثانية اكيد راح تحتاج الثانية. اعتقد يمكن راح نلاقي قرار منقسم، بس التأثير الضربة يعني المشكلة قاعد يكمل بالضربات، يحاول ياخذ هذه الجولة. 10 ثواني أخيرة وضغط عالي جدا. ينتهي
النزال وبانتظار قرار لجنة الحكام بصوت المذيع الداخلي في جوجيتسو أرينا في أبو ظبي. رابع أيام بطولة العالم للهواة. صراحة نزال رياض كان ممتاز وشيق جدا. نشوف محمد المقاتل البحريني يرفع ايديه. غريبة، شوف هاي الضربة، خلينا نشوف مرة ثانية. شوف إذا ضربة ولا أحلى. شوف مرة ثانية. شوف 3 2 1 بوم. وبعدين كان في ضربات بعدها أيضا. شوف يعني صراحة كان أقرب إلى النزاع. وشوف الحكم كان موجود. اكو بعد ضربه اعتقد اللي هي بوم، وضربه الثانيه هزته. يعني ضربتين كانت ممكن تنهي النزال. لا انا ما اتفق انه يعني كان المفروض يبتعد. اللي سواه صحيح. انا يمكن خلينا نشوف. يونانيمس السجن. عطوه اياه. وفوز للمقاتل البحريني محمد السميع بقرار منقسم. انا قلت لك انا ما عندي مشكله اذا اعطوه الجوله الاولى، واكيد اعطوه الجوله الثالثه. Lead this to that.